حضرتك غبي وتتبع النظام القطيع، لو انت انسان ادمي وتعرف تتبع عقلك؟ راح تعرف الجواب بهذا المقطع. اكيد كلكم بهذا الاسبوع الراح شفتوا هذا المقطع، هو مقطع من اغنيه بغداد اللي انا نزلتها قبل 3 سنين من هاي اللحظه، 3 سنين، واصلا كنت ماسحها لانه انا اصلا اعتزلت الاغاني. فبعض البيجات التسقيطيه اللي اصلا ما حاطين صورهم، بعضهم حاطين صوره زمايل حشاكم لانه يعتقد انه الزمايل يعبر عن شخصيته، فحط صورته وقرر ينزل مقطع اغنيتي ويسقط بيها. هاي الاغنيه انا نزلتها قبل 3 سنين، وبوقتها هاي الاغنيه كانت كلماتها جدا واقعيه وحقيقيه، لان بوقتها انا كنت صار لي 6 سنين ما راجع للعراق، فكلماتها انكتبت طالعه من جوا، فكلماتها كلها حقيقيه. ولانه الاغنيه هاي فري ستايل من نوع البوب، الكليب مالتها كان بسيط كلش وتصوير بسيط، انا واصدقائي صورناها. طبعا هذا الشيء ما راح يقتنع به ابو راس المربع، ليش؟ لانه يعتبر انه الفيديو كليب لازم يكون اكو فنان وبصفه اثنين من الهوايش اللي عندهم ترهلات يدبشن بصف الفنان، يلا يعتبروا انه هذا صار فيديو كليب. يراد سنين ضوئيه يلا نوصلهم الفكره انه الاغاني الراب والفري ستايل والبوب والهيب هوب هذني يتصورون بشكل ابسط من هيجي. وانا من بعد 3 سنين من نزول هاي الاغنيه لحد الان انا افتخر بها، وافتخر انه نزلت وكتبت هيك اغنيه على بغداد. فاذا كان اكو خلل، فالخلل مو بكلمات الاغنيه، الخلل بانتمائك انت. راجع نفسك وراح تعرف الخلل وين. انا ادري كم واحد انا كنت ماسح الاغنيه حال حال كل الاغاني اللي نزلتها سابقا، لان انا مسحتن وتركت الغناء، بس عنادا بيكم راح ارجع هاي الاغنيه واخليها موجوده على اليوتيوب. بغداد حياتي يمنيتي واحلى امنيه، سمعي لي